كلنا بنحب الملاهي بلا استثناء، واكيد رحتها وانت صغير او حتى وانت كبير. لكن كم واحد فينا تهور وجرب الالعاب الخطرة؟ اكيد مش كتير، علشان دي عايزة ناس قلبها ميت. وبعض الالعاب دي بتبقى اخطر من الخطيرة بشوية، زي الجماعة اللي بيلفوا في السما دول، ولا اللعبة اللي سرعتها 130 ميل في الساعة. طب ما تيجوا نشوف مع بعض اخطر الالعاب الموجودة في الملاهي. تعالوا الاول ناخد حسنتين مع بعض ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سلينج شوت أو المقلاع تم افتتاحها في عام 2014، وده ليه مجال تاني خالص غير الألعاب اللي فاتت. الناس بتقعد على الكرسي بتاعها وبيتم ربطهم كويس قوي، لأنهم بعد شوية هيطيروا في الهواء. المهم الكرسي بيبقى مربوط بكابلين مرنين، والكابلين مربوطين في عمودين من الصلب. ارتفاع العمود 72 متر، وبيتم إطلاق الكرسي بالناس اللي راكبين لمسافة 110 متر، وسرعة بتوصل ل 62 ميل في الساعة. ومش كده وبس، دول بيفضلوا طالعين نازلين لحد ما تقف اللعبة. وبصراحة أنا مش عارف هي اللعبة دي حلوة ولا وحشة، لأني أصلا ما جربتهاش ولا عمري هفكر أجربها. دول مجانين يا عم الحاج. فندق ستراتوسفير في لاس فيجاس، وده المكان اللي موجود فيه أكتر ألعاب الرعب، وتم إطلاق اللعبة عام 2005. ولو حضرتك حبيت تركبها يبقى هتقعد على ارتفاع 270 متر، وهتقعد على كرسي زي الباشا. وعلى فكرة الاستراتوسفير ده اسم طبقة من طبقات الغلاف الجوي، يعني من اسمها كده أكيد عارف هم قاعدين فين بالظبط. وأول ما تبدأ اللعبة بتقعد تلف بيك في السماء. مش عايز أقولك الناس شايفة منظر عامل إزاي وهم جوه اللعبة. بيقولوا في مرة عام 2005 اللعبة علقت بمجموعة من الناس لمدة ساعة كاملة وهم بيلفوا بالشكل ده. أنا عايزك تتخيل إحساس الناس دي وهم في السماء واللعبة بتلف بيهم لمدة ساعة ومش عارفين ينزلوا. سيبك من الارتفاع اللي يخض، المشكلة دلوقتي هم مش عارفين هينزلوا إمتى. المشكلة الأكبر إن في ناس بتركبها لحد دلوقتي. في أبراج التون في المملكة المتحدة في رحلة بيعملوها اسمها في الهوا سوا، ودي عبارة عن سفينة انقلابية بتمشي بسرعة بطيئة حبتين، يدوب 47 ميل في الساعة. والرحلة دي زيها زي اللي فاتوا، بس مع بعض الاختلافات. بيلبسوا الركاب سماعات ونظارات VR علشان يضيفوا الواقع الافتراضي للعبة، ويبقى كأنهم في رحلة في الفضاء وبيعدوا على الكواكب زي كوكب المشتري مثلا. بصراحة اللعبة دي شكلها جامد جدا، وممكن افكر اركبها في يوم من الايام. انزل بسرعة في التعليقات وقول لي اني لعبة فيهم خلت قلبك يقع في رجلك. ما تنساش الاشتراك في القناة، وكمان ما تنساش اللايك. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. رب